تخيل ان حضن بسيط يعمل حاجه محدش لاقي لها تفسير علمي لحد النهارده. القصه حصلت سنه 1995 في مستشفى في ولايه ماساتشوستس الامريكيه. ايها المشاهد اللطيف، اتولد الطفلتين قبل ميعادهم بحوالي 12 اسبوع. وزنهم كان قليل جدا واعضاء جسمهم لسه ما اكتملتش. واحده منهم كانت حالتها مستقره نسبيا، لكن الثانيه كانت حالتها بتسوء يوم بعد يوم. الاطباء حاولوا بكل الطرق، لكن العلامات الحيويه كانت بتنهار لحد ما ممرضه اخذت قرار غريب رغم ان قوانين الحضانه وقتها كانت بتمنع ده. حطت الطفلتين جنب بعض في نفس الحضانه. ايها المشاهد اللطيف، بعد لحظات حصلت حاجه غريبه جدا. الطفله السليمه مدت ايديها ولفتها حوالين اختها كانها بتطبطب عليها، وفجاه ضربات قلب الطفله المريضه بدات تستقر، تنفسها اتحسن، ونسبة الأكسجين في جسمها رجعت طبيعية. الصورة دي اتشهرت في العالم كله واتسمت بحضن الإنقاذ. والقصة دي خلت الأطباء يهتموا أكتر بفكرة إن التلامس بين الأطفال المبتسرين ممكن يساعد فعلا في تحسين حالتهم. وأحيانا حضن واحد ممكن يعمل اللي الطب كله معرفش يعمله. وما تنساش اللايك والشير والكومنت وتشترك في القناة.